السلام عليكم. نحن اليوم متواجدون بالسوق الدولي للمأكولات والمشروبات والضيافة في العاصمة البريطانية لندن. هذا الحدث من أكبر الأحداث الدولية في مجال الإطعام. نحن اليوم متواجدون بالجناح الجزائري اللي فيها العديد من الشركات الجزائرية اللي جات باش تمثل المنتوج الوطني الجزائري. نتعرفوا عليها. السلام عليكم. هذه أول مشاركة لنا في هذا المعرض في لندن. يعني كانت تجربة، يعني بدايتها اليوم الأول إقبال كبير جدا من الزبائن، وتفاجأنا يا بالعدد الهائل من الناس اللي هما شافوا البرودوي الجيريان، عجبهم ياسر وعطيناهم حتى يذوقوا التاس. وكان يعني نوعية المنتوج تاعنا الجزائري عنده طابع خاص به، يعني من ناحية الذوق. والحمد لله احنا نشوف فيها، يعني انا متفاجئ كثير من السوق هذه. سوق جديدة لنا ورايح ندخلوها بقوة إن شاء الله. اليوم منتجاتنا هي طماطم. عندنا ثلاث انواع من طماطم: الكرزيه والكوكتيل والسيرونزو. اليوم جينا اول خطره لمعرض لندن للاجرو اليمونتير، باش نمثلوا الجزائر ونمثلوا شركتنا ان شاء الله. التمور الجزائرية التي تعد من أجود التمور على مستوى العالم، خصوصا دقل التنور، والتي أضحت تحظى بشعبية كبيرة هنا في بريطانيا، خصوصا في أوساط الجاليات العربية والمسلمة. اليوم من خلال هذا المعرض يتم الترويج لأجود الأنواع القادمة من مدينة بسكرة وأيضا من واتسوف ومختلف مناطق الصحراء الجزائرية التي تنتج هذه النوعية الممتازة والرفيعة جدا من التمور بوسم وعلامة جزائرية. Powder, yes. I give you this one. Any kind of milk. I give you this one. Like oat. وطبعا عندما نتحدث عن المنتوجات الجزائرية نتحدث عن ماركة اللي عملت بوز في الآونة الأخيرة. كريمة البندق المحمص المرجان حاضرة في السوق الدولي للإطعام والمشروبات والضيافة في لندن. هذه الكريمة اللي هي مشهورة جدا طبعا في أوساط الجزائريين، الجالية المسلمة والعربية. ولما لا، أنه الهدف تاع شركة سيبون أنه تدخل إلى السوق البريطاني المعروف بمنتجاته الاستهلاكية الكثيرة، وأيضا فيها أعداد كبيرة من عشاق المنتوجات الجزائرية على غرار المرجان. هي الفرصة الأولى اللي رانا حاضرين فيها في لندن، وإن شاء الله رانا شفنا باللي فيه إقبال كبير من الجماهير الأوروبية. جات لعندنا وعلى سياو المنتوج تاعنا وعجبهم المنتوج، وإحنا رانا هنا بغض يعني باش نكونوا موزعين للمواد المرجان في لندن إن شاء الله.